بسم الله الرحمن الرحيم. عرض عواد والدوري السعودي ومفاجأة كبرى في هذا الموضوع، وأتمنى كل زملكاوي حقيقي يكون متواجد في هذا البث المباشر ويشارك الكلام ده في كل مكان. وأيضا كابتن أحمد الطيب عنده طلبات غريبة وعجيبة، وبيتمنى ان شيكابالا يروح مع الاهلي كاس العالم وتعقيب على هذا الموقف. لكن في بداية الفيديو اثبت حضورك بكتابة عاش الزمالك وشار الكلام ده في كل مكان، شار الكلام ده في كل حتة. ويا ريت يا ريت يا ريت كل الناس كده في بداية الفيديو على طول تعمل لايك علشان يوصل للجميع. بدون مقدمات طويلة هنخش في موضوعنا على طول، واتمنى نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك ويوصل لكل الناس، لان في كلام مهم قوي 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 هننفرد بيه لحضراتكم وهيصدم ناس كتيرة قوي. لكن احنا هنا علشان دايما نقول الحقائق ونوضح، وحضراتكم تعودتم منا دائما على الصراحة، والصراحة راحة زي ما بيقولوا كده في الأمثلة بتاعتنا. طيب، على طول سريعا نبدأ بموضوع عواد وماذا يدور. النهاردة الموقع الأكبر في الرياضة المصرية، صاحب الانفرادات بالبث المباشر للقاءات والكلام ده، نزل ان محمد عواد عنده عرض من السعودية، والعرض مش عارف ايه والعرض ايه والعرض ايه. طب تعالى بقى لبابا المجال لما يصحح المعلومات لحضراتكم. عرض محمد عواد ومفاجأة كبرى للجميع، وانا عارفها والله العظيم، عارفها بقالي فترة، لكن انا هقول لك شوية تفاصيل كده مهم. عرض عواد اللي الناس بتتكلم عليه ده جه العواد من 9 ايام بالتمام والكمال. من 9 ايام من النهارده بالتمام والكمال محمد عواد جاله عرض من الدوري السعودي، ومش من الدوري روشن، او مش من دوري الدرجه الثانيه، لا ده كان من دوري من الدرجه الاولى عفوا، اللي هو الدوري اللي فيه رونالدو ونيمار والهلال والاتحاد، لا في الدوري الدرجه الثانيه. تمام. ومحمد عواد سمع العرض واتكلموا معاه في العرض. طيب رد عواد ايه؟ رد عواد قال شكرا مش عايزين. تاني، رد محمد عواد شكرا مش عايزين. ومحمد عواد متفق على التجديد مع نادي الزمالك زي ما قلنا لحضراتكم، ولا خلافات في هذا الملف ولا نقاشات في هذا الملف، واللاعب ارتضى بكل طلبات إدارة الزمالك، والعلاقة طيبة جدا وماشية كما يقول الكتاب. فما اعرفش ايه لازمة خروج الخبر الاعلامي ده، او حد سمع الكلام ده جديد فقال اما نزل الخبر يلا بقى ندي بقى، يبقى زيزو من ناحية وعواد من ناحية واوباما من ناحية اضرب زي ما تحب. لكن الزمالك يا جماعة اكبر من كده بكتير، ووجب التصحيح والتصليح لهؤلاء اللي للأسف الشديد يعني احنا المفروض احنا اللي ناخد منهم الاخبار. وبأكد لحضراتكم مرة تانية ان محمد عواد مفيش اي عروض اتوافق عليها، والموضوع اتقفل اول لما جه لانه من الدرجة التانية في السعودية، وده لا يليق بعواد. والمبلغ المالي للعرض كان كويس، بس مش المبلغ اللي يخليه يخسر الزمالك وجمهور الزمالك والتواجد في نادي الزمالك كحارس اساسي. تمام. لكن المعلومة برضو التانية الطيبة ان في تدعيمات في مركز حراسة المرمى هتحصل قادمة في نادي الزمالك، مش مهم نتكلم فيها دلوقتي، لكن حضراتكم برضو عشان تبقوا مطمنين ان الموضوع ماشي كده. فبستأذن كل اللي في الفيديو حالا كله يعمل لايك حالا للبث المباشر ده عشان الكلام ده يوصل للكل، وكل الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم في ايه، وما تسمعش الكلام ده واللي اتخض واللي زعل. لا يا جماعة، انا بطمنكم محمد عواد مش رايح السعودية، والعرض اللي جه لمحمد عواد مش وليد اللحظة ولا وليد اليوم ولا وليد أزارو، حلوة القلشة دي، لا المهم مش وليد أزارو. العرض ده جه لمحمد عواد من حوالي 9 أيام بالتمام والكمال، وتم رفض هذا العرض. ده فيما يخص محمد عواد وعرض عواد. وعواد يعني بنسبة كبيرة جدا جدا اعتبروه جدد في الزمالك. اسمع مني اللي بقوله لك، بنسبة كبيرة اعتبر محمد عواد جدد تعاقده في الزمالك، ومن الممكن ان ده يبقى بس خرج للنور كده عشان ايه يتقال طب ما نودي، طب ما ندعم، طب ما يحصل، طب ما بتاع، لكن حاليا مفيش الكلام ده خالص. طيب،
كل اللي في الفيديو يلا اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك حالا كده من المتواجدين في الفيديو، وشار الكلام ده في كل مكان، وسبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب، وفولو لو بتتابعنا على الفيسبوك، ومتابعه، وحط الصفحه في المفضله، وعلى اليوتيوب شغل اشعارات البث المباشر، وعلى الفيسبوك برضو علشان يوصلك الفيديوهات على طول، فما نضطرش نعمل مقدمه طويله لغايه ما حضراتكم تتجمعوا. ده سر المقدمه الطويله. نخش في الموضوع الثاني وهو كابتن احمد الطيب. انا مش عارف كابتن احمد الطيب عايز ايه. يعني اما كابتن احمد الطيب بيقول ان الاهلي المفروض يستعين بشيكابالا، ولو اللوائح تسمح ان هو يستعين بشيكابالا في كأس العالم للأندية، امر عجيب وغريب جدا. وطبعا هو جاب امثله دي حصلت زمان بس في اجيال غير الاجيال، في زمن غير الزمن، في احترافيه غير الاحترافيه. لكن لما بنتكلم النهارده في امور زي دي يا كابتن احمد، انت راجل من الناس اللي انا بحبك والله، الناس يعني من الناس اللي بحبهم كابتن احمد الطيب في الرياضه، وفي هجوم كتير بيحصل عليك وبدافع عنك كتير جدا. لكن يا كابتن احمد مش منطقي خالص ان حضرتك تشبه ده عشان الاهلي استعان بابو جريشه قدام سانتوس، والاسماعيلي استعار الراحل ربنا يرحمه كابتن هاني مصطفى لاعب ومدافع الاهلي عشان يلعب معاه في افريقيا، وعادي اعاره شيكابالا للاهلي لو اللوائح تسمح بذلك عشان الاهلي يلعب ويستغل موهبه شيكابالا الاستثنائيه. مش عيب ولا غلط. ليه عاملين دوشه؟ احنا مش عاملين دوشه. انا شفت البوست التاني ما شفتش الاول، وبعد كده اتصدمت بقى في البوست اللي حضرتك كنت منزله، اللي هو التعليق انك عايز شيكابالا يروح يلعب مع الاهلي عشان ينقذ الاهلي. اصلا يا كابتن احمد نص جمهور الزمالك ما بيشجعش الاهلي بره، والنص التاني بيبقى مستني الاهلي يخسر عشان يحفل. فحضرتك بتطالب بحاجه مش منطقيه. مش منطقيه ليه؟ مش منطقيه لان شيكابالا بالتحديد عنده مع نادي الاهلي صولات وجولات في الخلافات. الحمد لله دلوقتي الدنيا هديت والدنيا مستقره، لكن احنا مش ناقصين يا كابتن لا يطمعوا في شيكابالا ياخدوه هو كمان. يعني فمش ناقصين خالص يا كابتن، والنبي تفتح علينا فتحات وتلعب بقى في دماغ حد يروح قايل ما نجيب شيكابالا يبقى كابتن للاهلي، والدنيا بقى تبقى تروح في الاتجاه اللي احنا عارفينه. فطبعا طبعا طبعا امر غريب جدا وتعليقات غريبه جدا جدا من كابتن احمد طيب. انا عارف ان هي بغرض المداعبه لجمهور الاهلي والمناخشه لجمهور الاهلي، لكن والنبي يا كابتن احمد احنا فينا اللي مكفينا ومش قادرين. يعني انت شايف انا طالع الفيديو ده بتكلم عن ايه؟ طالع بتكلم ان احنا ببرر ان عواد رفض عرض جاله من فتره من 19 ايام، فطالع ببرر لحضرتك او للجمهور وبطمنهم علشان الناس ما تتخضش، عشان انا لو صاحي من النوم لقيت عواد جاله عرض وانا ما عنديش غير محمد صبحي الموقوف والبعيد عن المستوى اصلا، فاحنا عواد يمشي في يناير، طب هنعمل ايه؟ طب افريقيا الكونفدراليه، طب اللي احنا عاملينه، طب الكلين شيت اللي احنا شغالين فيه. فدوامه كبيره قوي يا كابتن، فدماغنا تعبانه والله بجد، دماغنا تعبانه. فاتمنى من قلبي ان احنا ندعم الزمالك بس بطريقه تانية كده، من غير ما حد بقى يبقى قاعد متضايق، ومن غير ما حد يبقى قاعد بيعمل. احنا عايزين يا جماعه الزمالك يبقى افضل، وعايزين نبقى عايشين في امان كده ومطمنين شويه، والجمهور يبقى مطمن شويه، والقصه تبقى خلصانه بشياكه زي ما بنقول. فاتمنى من قلبي كل اللي في الفيديو ده يعمل لايك. الناس اللي موجوده في الفيديو عارف ان احنا مش كتير، بس عايز كل اللي في الفيديو حالا يبقى عامل لايك طول ما هو بيتفرج، ويشارك الكلام ده عشان يوصل للكل. ويا ريت يا كابتن احمد ابعتوا له الرساله دي من ماضو، انا بحبك وبحترمك وبعتبرك من كبار الزملكاويه، لكن والنبي اعصابنا مش مستحمله عشان خبر زي ده النهارده هو متاخد كده، بكره يروح يتعمل كده. تمام. ف ناخد شويه من تعليقات حضراتكم. انا بحبك في الله وبحب اسمعك دايما، بصراحه بتفائل بيك وفي اخبارك جدا، بس نفسي موضوع القيد يخلص، اهم حاجه عندي وعاش الزمالك، لا الزمالك وطن وعشق لا ينتهي. ده استاذ محمد بن ربيع، مساء الفل عليك وانا بحبك والله وعلى راسي. موضوع قيد الناس شغالين فيه وقرب يخلص جدا جدا، عندنا في شويه تفاصيل مش هينفع نقولها دلوقتي، لكن من الوارد ان احنا نقول لحضراتكم حته منها كده، ان تفائلوا موضوع القيد بينتهي ومشاكل القيد بتنتهي، والموضوع كله دلوقتي مجلس الاداره بيحسب حسبته علشان صفقاته، علشان ما يفكش القيد وما يستفادش، علشان لكن اطمنوا موضوع القيد ماشي كويس جدا 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 جدا، وان شاء الله خير. عموما تشرفت بمقابله حضراتكم، اتمنى كل اللي في الفيديو يبعت الفيديو ده لاي حد ويشاروا في كل مكان. اطمنوا عواد باقي في الزمالك وان شاء الله هيجدد في الزمالك، والعرض اللي جه لعواد قديم، مش عرض وليد اليوم ولا وليد اللحظه ولا وليد امبارح ولا وليد ازارو تاني. العرض ده
بقاله فتره وصل، وعواد رفض العرض من مبدأه، لان عواد شايف ان هو قيمته ما تسمحش ان هو يروح يلعب في دوري الدرجه الثانيه السعودي، الى جانب استقراره في نادي الزمالك وهيمنته على مركز حراسه المرمى وحب جمهور الزمالك ودعمه ليه مؤخرا. الامور ماشيه سموز وهاديه، فكفايه لعب باعصابنا. عواد باقي في الزمالك، العرض اللي جه حقيقي لكن ما جاش النهارده عشان يخرج للنور النهارده. العرض ده بقاله يجي 19 ايام، حتى انا نفسي والله العظيم عارف ان عواد عنده عرض واترفض، فما طلعتش حتى اتكلمت فيه. يعني هطلع اقول لك يا جماعه عواد جاله عرض فرفضوا، اللي هو كاني بقول لك ايه، في واحد عدى من قدام باب بيتنا وما خبطش، وانا خلاص خلصت. لكن الهدوء يا جماعه والتركيز، وكفايه والنبي ضرب في الزمالك، الناس تعبت والناس الجمهور تعب وشقي واتمرمط من جواها. شكرا لحضراتكم، ابقوا معنا دائما. كنت معكم محمد عبد العال أوماد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله ممكن نلتقي تاني النهارده، خليكم دايما موجودين، ما تنساش تعمل متابعه وفولو سواء هنا او على اليوتيوب. سلام.